نحمر دول كده شويه يا حبايبي، بس ما نشفه يعني شويه عشان دوت ايه ما بينشفش، عشان ما يجلدش يشد يبقى زي الكاوتش. انا هطلع دول اهو، هطلعهم يا حبايبي وهعمل بصل هنا بقى. هطلع دول كده وهعمل بصل وبعدين احطهم بقى تاني، عشان دول ايه لو حطيتهم على طول هيجي يشد يجلد يبقى ايه زي الكاوتش. مش عايزين يستوي جامد. دلوقتي بقى احط البصل، احط شويه بصل اهم يا حبايبي كده، هو مش عايز بصل كتير دول بس. شويه ملح، بحط ملح كتير عشان يبقى ايه الجمبري مالح، عشان يبقى في ميه مالحه عشان لحسن يملح. بعد ما نعمل كده نشوف. نحط هنا الزيت تاني نبدأ صغيره عشان ما يبقاش كله زيت. نخلي بالنا طبعا يا حبايبي زي ما انتم عارفين عشان الزيت يا حبايبي، الزيت غالي زي ما انتم عارفين، ربنا يرحمه. الجديد بقى اللي انت ما تعرفوش الزيت غالي اكتر من الاول، والرز كمان ب 22 جنيه فايد. الزيت بكام؟ الرز غالي. شفت الشكارة اللي كنت بقول لك عليها ب 200 جنيه من بعد 185. ده جملة يعني الكيلو ب 20 جنيه جملة. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين كده وطيبين ونشوفكم حلوين وزي الفل ويومكم عسل وفل ولبن حليب حبايبي. النهارده بقى ايه حبايبي جايلكم بفيديو كده ايه حلو جميل كده كله فسفور. ايه رايكم؟ اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم يا حبايبي؟ الجمبري الجميل دوت اهو هنعمل بالملوخيه اهي، وهنعمل ايه لبني كده متحمر بالبصل كده، ابني بيحبه متحمر بالبصل هنعمله له، وهنعمل لنا احنا ايه بالملوخيه اهو يا حبايبي. هي دي المقادير كلها، هنحط بقى ايه هوريكم بقى المقادير واحنا بنعمل يا حبايبي. جبنا حله اهي يا حبايبي وحطينا فيها شويه زيت اهو يا حبايبي. نحط البصل بقى ايه الكميه اللي انت تحبيها زي ما تحب يعني. ده البصل ده كمان مش هاخده، ده من الاثنين يعني. نحط بقى ايه يا حبايبي فلفل اسود اهو كده، فلفل، نحط ملح عشان نحط دلوقتي كتير يعني، نحط دول عشان البصله بس يعني على جزء المعلقه كده شويه يعني ربع المعلقه دي اللي انا حطيتها، وبعدين ابقى احط تاني زي ما انتم شايفين كده حبايبي. ندبلها عشان نحط الجمبري بقى. تبيل بقى البصل يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهو كده. مولعه برضو على ايه يا حبايبي وريهم كده. هنا بقى ايه حطيت شويه زيت، هعمل ايه احمر الجمبري بتاعي هنا لوحده وبعدين احط عليه البصل عشان ما يسخن بقى. حبايبي اهو بعد ما دبلت البصله كده اهي هحط الجمبري اهو زي ما انتم شايفين. ده اللي بالملوخيه ده اللي بالملوخيه يا حبايبي اهو. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده السخن ده. وده بقى ايه
اللي احنا هنحمره كده بالبصل. اللي عايز ياكله كده. خليه يجيب يا حبايبي عشان ايه ما يتسدش. نحط له الفلفل برضو اهو، معلقه صغيره ده فلفل. صغير معايا بسيط. انا ايه حاطه مشغله الاثنين اهو، ده وده، بس انا وطيت على ده شويه. نحمر دول كده شويه يا حبايبي، بس ما نشفوه يعني شويه عشان دوت ايه ما بينشفش، عشان ما يجلدش يشد يبقى زي الكاوتش. انا هطلع دول اهو، هطلعهم يا حبايبي وهعمل بصل هنا بقى. هطلع دول كده وهعمل بصل وبعدين احطهم بقى تاني، عشان دول ايه لو حطيتهم على طول هيجي يشد يجلد يبقى ايه زي الكاوتش. عايزين يستوي جامد. دلوقتي بقى احط البصل، احط شويه بصل اهم يا حبايبي كده، هو مش عايز بصل كتير دول بس. شويه ملح، بحط ملح كتير عشان يبقى ايه الجمبري مالح، عشان يبقى في ميه مالحه عشان لحسن يملح. بعد ما نعمل كده نشوف. نحط هنا الزيت تاني صغيره عشان ما يبقاش كله زيت. نخلي بالنا طبعا يا حبايبي زي ما انتم عارفين عشان الزيت يا حبايبي، الزيت غالي. نحط الجمبري اللي احنا ايه حمرناه شويه اهو زي ما انتم شايفين كده. نشوفوا كده بقى ايه عايز ملح ولا لا. عايز ملح. ده عادي الماء دي عايز عشان ايه مفيش مجهود. دلوقتي يا حبايبي عملنا ده خلصناه، نحطهم بقى اهو عشان ايه ابني مستعجل عايز ياكل مش عايز يستنى الملوخيه. ده حطينا له ايه يا حبايبي، حطينا له ملح وفلفل بس والبصل، هو عايزه كده اهو يا حبايبي. دول يا حبايبي اقل من نص كيلو، حاجه بسيطه دول زي ما انتم شايفين. ده كده خلاص يا حبايبي، ده الشكل النهائي اللي ايه اللي هو مقلي بالبصل. ده اللي مقلي بالبصل يا حبايبي، ده الشكل النهائي ليه. كده خلاص يا حبايبي غرفت اهو، وبالف هنا وشفا للي هيشوف واللي هياكل، مطرح ما يسر يمري يا حبايبي على قلوبكم وقلب اللي هياكل اهو يا حبايبي. ده لبني ايه. باي باي يا حبايبي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني بقى في الملوخيه في الفيديو بتاع الملوخيه.